هو العند فعلا عدوك؟ هتصدقيني لو قلتلك إن أكبر غلطة بتعمليها مع عناد ابنك هي إنك بتحاولي تقضي عليه؟ كل مرة بتدخلي فيها معركة علشان تثبتي إن كلامك هو اللي هيمشي، انت مش بتربي طفل مطيع، انت بتدربي طفل يا إما يكسرك يا إما هو يتكسر. والحلقة دي بإذن الله تغير نظرتكم تماما عن العند. أنا مش جاية النهاردة أقولك إزاي تخلي ابنك يسمع الكلام من أول مرة، لأن ده وهم كبير. أنا جاية أقولك إزاي تفرقي ما بين طفل عنده إرادة قوية وطفل بجد عنده مشكلة، وإزاي تستخدمي إرادته دي لصالحه بدل ما تكسريها. ومهم جدا أوضح قبل ما نبدأ إن النهاردة كلامنا على العند من سن سنة لحد سن 5 سنين، المرحلة اللي كلمة لأ فيها بتبقى هي المسيطرة. المرحلة بتاعت البس لأ، كل لأ، عايز عصير لأ، وبعد ثانيتين يعيط عشان عايز نفس العصير. لو ابنك كده فهو مش بيستعبط، هو بيمر بأهم مرحلة نمو في حياته، وانتي لو فهمتيها صح هتوفري على نفسك 90% من الخناقات. عايزين نشرح في الأول هو ايه العند أصلا. أصل احنا أول ما الطفل بيقول لأ بنلزق عليه تهمة عنيد. رفض يلبس يبقى عنيد، رفض ياكل يبقى عنيد، رمى نفسه في الأرض يبقى طفل عنيد. بس كلمة عنيد دي كلمة كسولة بتوصف اللي انتي شايفاه من بره، بس مش بتقولك ايه اللي بيحصل من جوه. العند عند الطفل الصغير عمره ما كان نوع واحد. في نوع عايز يقولك أنا عايز أعملها بنفسي، ونوع بيقولك أنا خلصت طاقتي ومش قادر، ونوع تالت بيقولك أنا مش عايز أسيب اللعبة دلوقتي، ونوع أنا اتعلمت إن الزن بيجيب نتيجة، والنوع الأخير بتاع أنا بجرب أشوف القاعدة دي ثابتة ولا بتتغير. نفس كلمة لأ من بره، ولكن ليها 5 أسباب مختلفة تماما من جوه. لو عالجتيهم كلهم بنفس الطريقة، بالزعيق والعقاب، انت كده بتظلميه. القاعدة الذهبية رقم 1: ما تعالجيش السلوك قبل ما تفهمي الرسالة اللي وراه. طب هو ليه الأطفال بيعندوا أصلا؟ الطفل من أول سن سنة لسنتين بيبدأ يكتشف حاجة جديدة. أنا مش حتة من ماما، أنا بني آدم لوحدي، ليا مخ بيفكر وليا إيد عايزة تجرب وليا رغبة مختلفة تماما عن رغبتك، وده اسمه بزوغ الاستقلالية، وده تطور صحي ومطلوب. طب المشكلة فين؟ المشكلة إن إرادة الطفل بتكبر بسرعة الصاروخ، بس المهارات بتاعة التحكم فيها لسه بتمشي بسرعة السلحفة. مخه لسه بيبني حاجتين مهمين جدا: الوظائف التنفيذية والتنظيم الذاتي، يعني القدرة إن هو يوقف نفسه ويستنى ويغير خطته ويتحكم في غضبه. هو بيبقى عارف هو عايز ايه، ولكن مش عارف يتعامل مع إحساسه لما ما ياخدش الحاجة اللي هو عايزها. عشان كده ممكن تلاقي الطفل بيصرخ عشان عايز بسكوتة، بس لما تديها له يرميها. هو مش مجنون، هو بس مشاعره سابقة قدراته، لسه بيتعلم. العند ده بيبدأ امتى وبينتهي امتى؟ مفيش حاجة اسمها سن العند بيبدأ من 1.5 سنة وينتهي في 5 سنين. اللي بيحصل ان الاستقلالية بتبتدي من بدري جدا وبتوصل للذروة بتاعتها في سن 2 و3 سنين، وده جزء طبيعي جدا من النمو الاجتماعي والعاطفي للطفل. طب هل بعد 5 سنين العند بيختفي؟ لا، هو بيتطور. يعني اللي كان بيقولك زمان لأ ويرمي نفسه على الأرض، بقى دلوقتي يقولك أنا مش مقتنع وش معنى. كله جدال بالمنطق. فهدفنا هنا مش إننا نستنى 5 سنين عشان العند يخلص، هدفنا إننا نحول كلمة لأ اللي بصريخ لأنا مش موافق ولكن هسمع كلامك باحترام. إحنا بنبني مهارة مش بنمحي صفة. تعالوا نتكلم شوية عن أنواع العند. النوع الأول بتاع أنا عايز أعملها بنفسي، وده أحلى نوع عناد. ده إعلان استقلال، أنا عايز ألبس، أنا عايز آكل، أنا اللي عايز أشيلها. إحنا للأسف من كتر ما الحياة زحمة وعندنا ضغوط كتير طول اليوم بنشوف ده نوع من التعطيل، ولكن الطفل شايفه إنجاز. لو كسرتي النوع ده كل مرة بإنك تعملي الحاجة بداله علشان مستعجلة، انت كده بتعلميه انت مش قادر. طب الحل ايه؟ الحل المرة دي محتاج ذكاء مش سرعة. يعني ما تقوليلوش يلا علشان هنلبس الطقم ده، خيريه، قوليله تحب تلبس التيشيرت الأزرق بتاع سوبرمان ولا نلبس الأحمر بتاع سبايدر مان. انت هنا ما اديتيلوش اختيار انه ما يلبس، انت اديتيله اختيار ازاي هيلبس. الفرق ما بين سؤال تحب تلبس ولا لأ وتحب تلبس ده ولا ده هو الفرق ما بين طفل بيدير البيت وطفل حاسس ان ليه قيمة جوه حدود البيت.
لو الحاجة أمان وما فيهاش خطورة عليه سيبيه يعملها، حتى لو هتاخد 10 دقايق زيادة. صدقيني ال10 دقايق دول استثمار في ثقته بنفسه. طب إيه النوع التاني؟ النوع التاني أنا تعبان ومش قادر، وده بصراحة النوع المظلوم. الطفل اللي فجأة بقى زنان ومقريف وبيعيط على كل حاجة، ده غالبا رصيده خلص. ما نامش كويس، ما أكلش، يومه كان مليان، كان في ناس كتير وأصوات كتير. إحنا بنشوف ده قلة أدب، ولكن هو في الحقيقة انهيار النظام. قبل ما تحكمي على عند الطفل اسألي نفسك 3 أسئلة في سرك: هو نايم؟ هو واكل؟ هو يومه ماشي بنفس الروتين اللي متعود عليه كل يوم؟ لو الإجابة كانت لأ، يبقى ده مش وقت تربية، ده وقت احتواء. الحدود تفضل موجودة، ولكن الطريقة هي اللي بتتغير. الطفل المراهق بيبقى محتاج حضن وتنظيم مشاعر، مش محتاج محاضرة. النوع الثالث من العند ده بتاع أنا مش عايز أسيب اللي بعمله. انتوا عارفين إن 90% من خناقاتنا بتحصل في لحظات الانتقال؟ يعني هو بيلعب بتركيز وانتي فجأة يلا علشان تتغدى. بالنسبة له انتي بتقطعي فيلم مهم جدا، مخه لسه ما يعرفش يوقف وينقل تركيزه فجأة زي الكبار. طب ايه الحل السحري؟ الإنذار المسبق. حبيبي فاضل 5 دقايق ونلم اللعب وناكل، فاضل دقيقة، خلاص خلصنا. انتي كده بتديله وقت مخه يجهز نفسه للتغيير. ده مش هينجح 100% كل مرة، ولكن هيقلل المقاومة للنص. النوع الرابع، أنا اكتشفت إن العند بينجح. وهنا بقى لازم نقف وقفة ونبص لنفسنا في المراية. الطفل عامل زي العالم الصغير اللي بيجرب. لو قالك أنا عايز شيبسي وانتي قلتيله لأ، فزن وعيط ورمى نفسه في الأرض، ومن كتر ما انتي يا عيني مضغوطة ومش قادرة تستحملي دوشة قلتيله خلاص خد علشان تسكت، انتي كده علمتيه قانون إن الزن يساوي شيبسي. هو مش خبيث، هو ذكي. السلوك اللي بيجيب نتيجة بيكرره. لو لا بتاعتك بتتغير حسب تعبك أو حسب وجود الناس اللي حواليكي، يبقى لا بتاعتك ما بقاش ليها معنى. اختاري لا بتاعتك بعناية، ولما تقوليها في الحاجات الغير قابلة للتفاوض خليها ثابتة. النوع الخامس والأخير بتاع أنا بختبر الحدود، ده شغل الطفل الأساسي. يتأكد إن العالم اللي حواليه ثابت وآمن. هل القاعدة دي بجد؟ ولا لو عيطت هتتغير؟ هل ماما وبابا كلامهم واحد؟ الطفل اللي بيلاقي حدود ثابتة وواضحة بيحس بأمان أكتر من الطفل اللي كل يوم عنده قانون جديد. مش هنحول البيت لبيت عسكري، ولكن بيت متوقع. على طول عندنا حدود معقولة وثابتة ومساحة للاستقلال. طيب تفتكروا إحنا اللي أحيانا بنزود العند من غير ما نقصد؟ المفاجأة إن الإجابة تخيلي أنتي طول اليوم في حد بيقولك قومي، اقعدي، كلي، اشربي، البسي، سيبي الموبايل، نامي، هتتخنقي صح؟ أو الطفل الصغير ده بقى بيسمع حوالي 200 أمر وتوجيه في اليوم. طبيعي جدا يدور على أي كلمة تحسسه إنه موجود، وأسهل كلمة هي كلمة لأ. الحل مش إننا نلغي القواعد، الحل إننا نزود جرعة الاختيار. تحب تغسل سنانك قبل الحدوتة ولا بعدها؟ تحب تلم العربيات ولا المكعبات الأول؟ اختيارات صغيرة قد كده، بس بتدي للطفل إحساس إنه هو ليه دور، فما يحتاجش يعاند عشان يثبت وجوده أصلا. أنا بالنسبة لي ده أهم جزء في الحلقة، ومن أكتر الحاجات اللي عن تجربة بتجيب نتيجة جدا في هدوء العلاقة ما بينك وما بين طفلك ومنع الخناقات إن هي تحصل من الأول. اختاري معاركك، دي أهم جملة اكتبيها وعلقيها على التلاجة. مش كل حاجة تستاهل خناقة، ومش كل موقف يستاهل زعيق. لو لبس الشراب بالمقلوب دي مش كارثة، لو وقع العصير واتدلق على الأرض هنمسحه. لو عايز يلبس طقم سبايدر مان فوق البيجامة خليه يعمل كده. لو كل حاجة بقت معركة انتي هتخلصي وهو هيعيش في وضع دفاع طول الوقت. قبل ما تتعصبي على أي موقف الطفل عمله أو بيعمله، اسألي نفسك هي دي حاجة خطر عليه؟ هتأذيه؟ هل دي حاجة ليها قيمة مهمة؟ لو الإجابة يبقى اثبتي على رأيك، ولكن لو الإجابة لأ عديها بذكاء. الأم القوية مش هي اللي بتكسب كل المعارك، الأم القوية هي اللي بتختار أنهي معركة تستاهل تدخلها. إزاي نتعامل مع العند؟ أول حاجة ما تدخليش المعركة بهدف الفوز،
أول ما تقولي لابنك طب أنا بقى هوريك هتعمل اللي أنا بقوله إزاي، هو كمان هيقولك طب أنا بقى هوريكي مش هعمله إزاي. وبقت حرب كرامة، وإنتي لو كسبتي المعركة هتخسري العلاقة. هدفك مش كسر الإرادة، هدفك توجيهها. الحاجة التانية، اعترفي بمشاعر الطفل من غير ما تغيري الحدود بتاعتك. قوليله أنا عارفة إن أنت عايز تكمل لعب وده يزعل، بس وقت اللعب خلص وهنتغدى دلوقتي. أنتي فصلتي ما بين الشعور والسلوك. الطفل لما بيحس إن حد حاسس بيه وإنه مسموع، مقاومته بتنزل 50%. بس تفهمك لشعوره مش معناه إنك موافقة على طلبه. الحاجة التالتة، قللي الكلام وقت المقاومة. مخ الطفل وهو غضبان هو مش سامع المحاضرة بتاعت أنا قلت لك كم مرة إن ده غلط وإنت ما بتسمعش الكلام ليه. ده كله بيزود النار. خليكي مقتضبة، أنا عارفة إنك زعلان بس إحنا مش هنضرب حد، لما تهدى نتكلم. وخليكي واقفة جنبه بهدوء. طب هو أنا لما أدي لابني اختيارات في كل حاجة، هل ده يخليه يطلع طفل متدلع؟ لا، لو استخدمتيها صح. الاختيار الفاسد هو إن أنا أسأل ابني تحب تلبس ولا لأ وإحنا أصلا نازلين. إنما الاختيار الصحي، تحب تلبس لوحدك ولا عايزني أساعدك؟ القاعدة، الاختيار على طول بيبقى في طريقة تنفيذ القرار مش في وجود القرار نفسه. بطلي تشرحي كتير، بلاش تقوليله لا يا حبيبي عشان احنا قلنا وعشان ماما تعبانة وعشان. الطفل هنا تاه منك. في حاجات محتاجة لا واضحة وحاسمة وبهدوء. لا دي خطر، وقت الموبايل خلص، احنا ما بنضربش حد. تقوليها مرة واحدة بثقة وبهدوء، مش محتاجة زعيق. الثبات أقوى مليون مرة من الصوت العالي. طب لو الطفل دخل في نوبة غضب أتصرف إزاي؟ لازم تفصلي ما بين المشاعر والسلوك. مسموح إن الطفل يعيط ويزعل ويقول أنا زعلان، ولكن مش مسموح إنه يضرب أو يعض أو يكسر أو يأذي نفسه. الرسالة اللي بتوصليها لطفلك إن زعلك مقبول ولكن أذيتك مش مقبولة، ونفضل جنبه لحد ما يهدى. تعاقبي الطفل ولا تحطي حدود؟ اسألي نفسك سؤال واحد بعد ما عاقبتي الطفل، هل هو كده اتعلم مهارة جديدة؟ لو كل اللي حصل إن هو خاف، فأنت وقفتي السلوك لحظيا لكن ما بنيتيش أي حاجة جديدة. التربية مش إن أنت بتطفي الحريقة، التربية بناء. لما يغلط قوليله إيه اللي مش مسموح وليه، وإيه البديل اللي ممكن نعمله المرة الجاية. لو ضرب قوليله إحنا مش بنضرب، الضرب بيوجع. لما تبقى متضايق بعد كده قولي إن أنت زعلان. طب إزاي أخلي كلمة لأ بتاعتي ليها قيمة مع أولادي؟ ببساطة أنت لو كلمة لأ بتقوليها 100 مرة في اليوم وتغيريها 90 مرة، فهي بقت هوا. لازم تقللي استخدام كلمة لأ، خليها للحاجات المهمة بجد. ولما تقولي لأ خليكي هادية وواضحة وثابتة. الطفل بيحترم الكلمة الهادية الثابتة أكتر من الصريخ المتردد. نيجي بقى لجزء مهم جدا محتاجين فيه الأب مع الأم، مش الأم لوحدها. من أخطر الغلطات اللي بنعملها في التربية هو عدم ثبات كلام الأب والأم. يعني ماما تقول وقت الموبايل خلص، يجري على بابا يقول له أنا عايز الموبايل، فبابا يقول له خلاص يا حبيبي خد الموبايل 10 دقايق كمان. الطفل هنا ما تعلمش أي حاجة عن الموبايل، هو تعلم إن أهم قانون في البيت لو ماما قالت لأ أروح لبابا. وهنا انتوا مش مطلوب تتفقوا على كل حاجة، بس انتي وجوزك اتفقوا على 3 أو 4 قواعد أساسية ثابتة ما بتتكسرش، واتفقوا إن قدام الطفل ما ينفعش نكسر كلام بعض، بس ممكن نتكلم واحنا لوحدنا. امتى العند يبقى محتاج منك اهتمام أكتر؟ ركزي معايا عشان دي نقطة مهمة. مش كل عند معناه إن عندنا مشكلة. طب امتى نقلق ونطلب مساعدة؟ لو سلوك الطفل بقى عنيف ومؤذي بشكل متكرر وما بيهداش، ولو بقى موجود في كل مكان، في البيت وفي الحضانة وعند تيتا وبشكل يومي معطل حياة الطفل. لو الطفل مش قادر يتقبل أي تغيير حتى لو صغير لدرجة إن حياتكم بقت واقفة، لو ده جاي معاه تأخر في الكلام أو التواصل أو التفاعل الاجتماعي بتاع الطفل، ولو العند مستمر لشهور طويلة وشديد جدا لدرجة إن البيت اتقلب لساحة حرب طول الوقت، هنا إحنا مش بنشخص بس. بدل ما بنقول الطفل عنيد ونسكت، إحنا لازم نلجأ لمتخصص يعمل لنا تقييم أوسع علشان نقدر نساعد الطفل لو هو محتاج دعم إضافي. إيه الحاجات اللي ما ينفعش نعملها مع العند؟ ما ينفعش نكسر الطفل علشان يبقى مطيع، وما ينفعش برضه نسيبه يعمل اللي هو عايزه علشان ده سن العند. الجملتين دول بيودوا في داهية. الطبيعي مش معناه مسموح.
طفل طبيعي محتاج حدود ومحتاج يتعلم يستنى ومحتاج يعرف إن كلمة لأ بتاعته مش هي اللي بتمشي البيت كله. التوازن هو التربية. نرجع بقى للسؤال اللي سألناه في أول الحلقة، هو أنت عايزة طفل مطيع ولا طفل عنده شخصية؟ لو عايزة طفل مطيع بيسمع الكلام من أول مرة، الحياة هتبقى أسهل، بس هتبقى أسهل دلوقتي، ولكن هتبقى أصعب بعد 15 سنة. لما ابنك يكبر انتي هتبقي عايزاه يقول لأ لصاحب بيعرض عليه حاجة غلط، هتبقي عايزاه يقول لأ لضغط، لحد بيستغله. فالشخصية اللي مضايقاكي النهاردة هي نفسها اللي هتحميه بكرة. احنا مش عايزين نمسح كلمة لأ من قاموس أولادنا، احنا عايزين نعلمهم يقولوها ازاي وامتى وباحترام. طب يعني أنا يا دينا أعمل ايه من بكرة؟ أنا هلخص لكم الحلقة في 7 نقط. قبل ما تقولي ابني عنيد اسألي نفسك، هو ليه بيعند؟ هل عايز استقلال؟ هل تعبان؟ هل جعان؟ هل عنده صعوبة في الانتقال من نشاط لنشاط؟ هل بيختبر الحدود؟ الحاجة التانية، اختاري معاركك، مش كل حاجة نقلبها خناق. لو فعل الطفل عمله وإصلاحه هياخد 5 دقايق، يبقى ملهاش لازمة أصلا ندخل في خناق مع بعض. الحاجة التالتة، اديله اختيارات جوه حدودك مش على حساب حدود. رابعا، ثبتي كلمة لأ في الحاجات المهمة بس. الحاجة الخامسة، اعترفي بمشاعره من غير ما تلغي قرارك. رقم 6، ما تدخليش حرب علشان تكسبي، ادخلي علشان تعلمي. وأخيرا، افتكري ان انتي مش بتربي طفل علشان يفضل طفل، انتي بتربي راجل أو ست في المستقبل. الطفل اللي النهاردة بيقول أنا عايز أعمل هو نفسه اللي بكرة هيبقى مستقل ومسؤول، واللي بيقولك النهاردة أنا مش موافق هو اللي بكرة هيعرف يحط حدود لنفسه. اوعي تخافي من قوة شخصيتهم، خافي بس إننا من غير قصد نكسرها أو نسيبها من غير توجيه.